مؤخرا الحياة بقت روتينية بشكل رخم. برجع من الشغل اللي أنا كارهه مهدود، تعبان. كل اللي ببقى قادر أعمله بمجرد إن أنا أدخل البيت إن أنا أقعد قدام التلفزيون وأفضل أتفرج عليه لحد ما أنام، أو ممكن أحط سماعات التليفون في ودني وأسرح وأعيش مع نفسي وأتمنى إن محدش يكلمني لحد ما اليوم يخلص واليوم الجديد يبدأ. أقوم الصبح أركب عربيتي أروح الشغل وأرجع أعمل نفس الروتين تاني لحد ما من كام ليلة قررت إن أنا أغير الروتين ده. الزحمة المقرفة والمطر اللي كان زي السيول يومها، كنت زهقان من الطريق الكئيب اللي برجع منه كل يوم، وقررت إن أنا آخد اختصار جديد. طريق أنا عارف إن هو أسرع من إن أمشي في شوارع وسط البلد اللي هي عبارة عن الناس كلها فوق بعض، حاجة قمة في الزحمة. دخلت فعلا في الاختصار اللي أنا فاكر إن أنا كنت عارفه. منطقة هناك كلها ترميمات لسه ما خلصتش، مباني قديمة بتتهد ومباني لسه ما اتهدتش. كنت فاكر إن أنا عارف المنطقة كويس، وساعتها افتكرت هناك إن في مول كنت بروحه وأنا صغير. بس وأنا صغير المول ده بالنسبة لي كان ضخم. كان في هناك المراجيح اللي كنت بحب أركبها جدا وأنا صغير، اليوفط اللي كلها بالنيون اللي منورة في كل حتة، محل الحلويات القديم اللي كنت بحب أشتري منه، اللي ماما كانت دايما بتخليني أذاكر أو أعمل حاجات كويسة عشان تشتري لي من هناك. بس مع السنين زيه زي باقي المنطقة، منطقة إدمت وبقت لازم تترمم. وطبعا كل محلات المول قفلت والمول نفسه خلاص مبقاش حد بيروحه، وبقى لازم هيتهد هو كمان. فكرت في نفسي وقلت طب ما انا كده كده متأخر، طب ما انا اعدي على المنطقة يبقى اسرع لي من الطريق، وفي نفس الوقت اعدي على المول اخد شوية الذكريات وبعدين اروح. وفعلا وانا معدي المدخل لقيت ان الابواب الجانبية اللي كانوا بيستخدموها عمال النظافة اللي هناك مفتوحة. مفيش اي حد، مفيش اي حاجة توقفني، باب حديد مستخبي ومفتوح. قلت ليه لا، والله شكلها متيسرة من عند ربنا. ودخلت فعلا. الطرقة كانت إضافتها خافتة وفي نفس الوقت بتزن بصوت واطي، تطفي وتقيد تطفي وتقيد. هوا كان مكتوم كأن محدش بيعدي في الطرقة دي بقاله فترة طويلة. كان في ريحة مش كويسة خفيفة برضه موجودة في المنطقة، بس طنشت. قلت ما ده طبيعي، يعني ده مول قديم ومهجور. في الأول كان إحساس جميل حلو، حاجة كده كأنك دخلت كبسولة زمن. الأرض كانت كلها معمولة بالبلاط الأبيض القديم ده، مش سيراميك، لأ، البلاط. البلاط الأبيض اللي كلنا عارفينه القديم. كله كان مليان خدوش وتشققات هنا وهناك. الحيطان طبعا كانت مليانة إعلانات باهتة، محلات غالبا قفلت من سنين وإعلانات أنا كنت بشوفها وأنا صغير جدا لسه متعلقة لحد دلوقتي. طبعا مفيش أصوات ناس، مفيش خطوات، سكون تام. أنا بس اللي في المكان كله. لكن اللي لفت نظري فعلا كان الصمت. ده مش الصمت العادي اللي ممكن تستناه لأي مكان مهجور، لأ، كان صمت تقيل خانق الهوا. الهوا كان نفسه مكتوم جدا. معظم المحلات كانت بالظبط زي ما توقعت، مقفولة بأبواب خشب أو مدقوق عليها ألواح خشب علشان تقفلها، أو مجرد محلات فاضية ما فيهاش أي حاجة. اليوفط البهتة القديمة لسه متعلقة بالعافية على الجدران، إما كانش نصها واقع. كان في كام شباك كده لسه فيه حاجات معروضة، تماثيل عرض لابسين لبس موضة قديم، بوسترات أفلام قديمة ناس كتير أكيد نسيتها. ابتديت أحس بشوية قلق. فضلت أقول لنفسي إن ده مجرد إحساس عادي طبيعي، أنا في مول قديم مهجور، أكيد طبيعي مكان متساب فترة طويلة زي دي لازم يبقى ده الإحساس بتاعه، ولازم أنا طبيعي أبقى حاسس بالقلق. مع كده زودت في سرعتي عشان عايز أوصل للناحية التانية من المول. خلاص أنا خدت جرعة كفاية جدا بالنسبة لي من النوستالجيا والحنين للماضي. كده حلو جدا، أنا عايز أطلع من المول. وساعتها ابتديت أخد بالي من حاجة غريبة جدا. مش بس شكل المكان ما كانش مريح، لكن أنا صحيح ما جيتش هنا من زمان، بس مستحيل إن ذاكرتي تكون مش مضبوطة أوي كده. الطرقات دي طويلة جدًا، مستحيل إن الطرقة تبقى بالطول ده. ده مش طول طبيعي. اللفات والانحناءات اللي أنا كنت باخدها من آخر كل طرقة مش منطقية. الزوايا مش طبيعية. أنا بامشي لدقايق وبعد كده ألف، وبعدين ألاقي نفسي رجعت لنفس المحلات الفاضية تاني. في حاجة مش مضبوطة. وبعدها وصلت للfood court، المكان اللي بيبقى فيه المطاعم وكده. المكان كان كله فاضي، في ترابيزة واحدة محطوطة في النص، والترابيزة دي عليها كرسي مشدود بره شوية كأن حد كان قاعد وفجأة قام. والترابيزة عليها كوباية فوم، وأقسم بالله حسيت إني شايف بخار طالع منها. وهنا حسيت بأول شعور خوف حقيقي، مش مجرد قلق، لأ، خوف. عارف إحساس الخوف اللي جسمك كله بيحس بيه قبل ما مخك يترجم إن في حاجة بتحصل؟ حاجة كده زي الغريزة التلقائية اللي عندنا. أنا وقفت مكاني ببص على الكوباية. طب ده البخار، طب ده الهوا، أصل مستحيل تكون دي كوباية سخنة.
والّا ليه لأ مستحيل؟ ما ممكن فعلًا يكون في عامل أمن والّا عامل صيانة، عامل كوباية شاي مثلًا وبيُقف، أكيد في حاجة مضبوطة يعني مش محتاج أقلق. وقفت وناديت، قعدت أقول: "السلام عليكم، في حد هنا؟ يا جماعة." في اللحظة دي كان المفروض أعرف إن في حاجة غلط وألِف وأرجع، بس مش عارف إيه اللي حصل، ليه أقنعت نفسي إن ما فيش أي حاجة، ده مجرد مبنى فاضي، وأكيد اللي بيحصل ده في سبب وراه، مش كده برضه؟ أنت أكيد تاعب نفسك على الفاضي. كمّلت طريقي لحد ما وصلت لحد الcorner اللي المفروض إن لمّا ألِف من عنده ألاقي المخرج، وهنا اللي شُفته زوّد خوفي أكتر، ما كانش في أي حاجة، ما فيش أبواب إزاز، ما فيش يُفط، ما فيش أي إعلانات، ما فيش اللُمض النيون، ممر تاني تحس إن هو طويل لدرجة إن أنا مش عارف أشوف آخره. ساعتها طلع إحساس من جوايا، صوت طالع من جوايا بيقول لي: "أنت شكلك مش هتطلع من هنا." أنا مش قادر أحدد بالضبط اللحظة اللي اتحولت فيها الحكاية من غريبة لمرعبة أوي، اللي أعرفه إن الموضوع حصل بسرعة جدًا. الممرات بقت مش مريحة خالص، لا في شكلها ولا حتى في إحساسها وأنا ماشي فيها. أنا عارف إن الكلام اللي بيتقال ده كأني باهبّل أو باقول أي كلام، بس هي دي الحقيقة. أنا فعلًا كل ما بامشي أكتر، الممرات بتبقى أطول، ومع كل ملف باقول إن خلاص هالاقي الباب في وشي، بالاقي يا إما أنا رُحت مكان تاني خالص، يا إما رجعت لنفس النقطة اللي بدأت منها، بس بس مش بنفس الشكل. الحاجات حواليّا بتتغيّر، في تفاصيل بتتغيّر. يعني صحيح إن المباني القديمة ساعات بتبقى متاهة بالذات لمّا بتبقى بالأحجام دي، بس فعلًا كل ما بامشي أكتر، باخد بالي إن التفاصيل بتتغيّر أكتر وأكتر. يعني التماثيل اللي في المحلات أقسم بالله وقفتهم اتغيّرت. في الأول خالص كانوا عادي واقفين الوقفة العادية اللي فاتحين فيهم دراعاتهم وفعلًا كل اللي لازمتهم إنّهم بيعرضوا اللبس اللي عليهم، اللبس القديم بتاعهم بس. لفة في التانية التماثيل مرّة ألاقي رقبتهم ملوية وباصّة ناحيتي، وأحيانًا كان في تماثيل بتبقى رافعة إيديها كإنّها بتشاور عليّا. أمّا الحيطان بقى من بعيد كانت إعلانات عادية، شكلها عادي جدًا. أول ما تقرّب منها وشوش الناس اللي على الإعلانات كانت غلط، الملامح مشوشة كأن حد مسحها بإيديه، بس لسه كنت قادر ألمح كفاية عشان أعرف إنها كانت وجوه بني آدمين. والأسوأ إني حسيت إني شايف وش منهم كان شبه وشي، بس متشوه ومتلخبط. طلعت الموبايل بسرعة، كنت قلت يمكن إن أنا لما أفتح الGPS أو أشوف الساعة، بس يعني أحاول أكلم حد أتصرف، بس كله كان على الفاضي. كانت مجرد علامة التحميل اللي قاعدة بتلف حوالين نفسها مش راضية تختفي. والساعة، الساعة بقى كان في حاجة غريبة بتحصل، مرة تديني إن هي 5 إلا ربع العصر، بعدها بثواني لقيتها بقت 11 وربع بالليل، فجأة رجعت الساعة 12 بعد نص الليل، كأني لسه مشغل الموبايل حالا، كان في حاجة غلط بتحصل. قلت ألف تاني وأرجع عن نفس الطريق اللي جيت منه، أمشي لورا، بس كل حاجة كانت متغيرة. الفود كورت اختفى، الممر اللي فيه الكوباية دلوقتي بيوريني على طريق مسدود قدام محل مقفول بخشب، وده آخر الطريق. أنا متأكد إن ده ما كانش طريق، ما كانش قدامي غير إني أرجع أمشي تاني لقدام، هاعمل إيه؟ كل ما بامشي أكتر، كل ما الدنيا بتتغير أكتر، كل ما بتبقى أغرب، كل ما بابقى مش فاهم إيه اللي بيحصل. الممرات بعضها بقى طويل فعلًا لدرجة إن كشاف الموبايل ما بقاش جايب آخرها، النور نفسه كان بيختفي جوه الضلمة اللي في آخر الممر. واحدة واحدة بدأت الهمسات، في الأول كانت همسات خفيفة زي ما يكون حد بعيد عنك وبيتكلم من بعيد أوي، ما كانتش تخيلات، أنا كنت متأكد إن في أصوات، ما كنتش عارف أسمعها بوضوح، لكن الهمسات دي كانت عاملة زي الهمهمة اللي جاية من بعيد. ما عرفتش أميّز من الكلام ده كله غير كلمة أو 2 وكان فيهم اسمي. يعني في الأول كنت باقول لنفسي إن أنا باتخيل، وبعدين خطوات، ابتديت أسمع خطوات. أنا كنت فاكر إن أنا لوحدي في المكان، أنا كنت متأكد إن أنا لوحدي في المكان، لكن فجأة بدأت أسمع خطوات، خطوة خفيفة في خطوة خفيفة جاية من ورايا. كنت فاكر الأول إنها خطوات صدى صوت الخطوات بتاعتي. لمّا وقّفت لقيت الصوت ما وقفش، الصوت لسه مكمّل. فجأة قُمت متضيّر وضارب كشاف النور في الممر ورايا عشان أشوف إيه اللي موجود، لكن ما فيش أي حاجة، مساحة فاضية، والصوت كمان وقف. كأن اللي بيعمل الصوت ده عِرف إن أنا ابتديت أسمع أو مستنيه. فضلت واقف مكاني، حابس نَفَسي، دقيقة، دقيقة ونُص، وفي الآخر قررت أرجع أمشي تاني. وأول ما بدأت أمشي، الخطوات بدأت تاني، بس المرة دي كانت أسرع، أعلى، أقوى، أكن اللي بيعمل الخطوات دي بيقرب مني. ما بصيتش ورايا وما حسيتش بنفسي غير وأنا طالع أجري. ما أعتقدش إن أنا عمري في حياتي حسيت بالراحة أو الطمأنينة زي
اللحظة اللي شُفت فيها لفتة الخروج، بعد ما كنت مش قادر أميّز الوقت. أنا في ممرات ما بتخلصش، عرايس بتتحرك بتبُص عليّا، همسات، أصوات خطوات، حد بيجري ورايا. كنت فاكر إن أنا خلاص دي نهايتي، لكن أول ما شُفتها كلمة خروج اللي مكتوبة بالأحمر على اليافطة كانت عاملة زي حبل النجاة اللي اترمى لي وسط الضلمة، وحسسني إن أنا فعلًا مش محبوس أخيرًا بعد كل ده. أنا مش فاكر حتى السرعة اللي كنت باجري بيها، اللي أنا عارفه إن أنا في ثواني كنت قدام الباب. الباب كان تقيل لكن اتفتح من غير مجهود كبير. أول ما اتفتح حسيت زي ما يكون الهوا بيضرب في وشي، الهوا اللي كل ريحته مطرة، ريحة الشارع، ريحة نضيفة وطبيعية. خرجت بره لقيت الشارع مليان ناس، شارع ما كنتش أعرفه، بس اللي أنا عارفه إن دي كانت المدينة. أنا خرجت تاني، شفت العربيات، النور، الناس ماشية على الرصيف، ناس ماشية بشماسي وناس ماشية عادي، والمطر شغال. حياة بجد. أنا فعلا خرجت، وقفت مع نفسي أضحك ضحكة هستيرية، ضحكة واحد كان خلاص بيموت ومرة واحدة رجعت له الحياة تاني. بس بعد كده لاحظت حاجة. الأول ما كنتش قادر أحدد إيه بالظبط، كنت مشغول أكتر بإن أهدى، أحاول أستوعب اللي بيحصل. لكن واحدة واحدة ابتديت أخد بالي، الناس في الشارع مش بيتحركوا صح، أجسامهم كأنها ماشية في سيناريو بس مش عارفة تلتزم بيه. واحدة ست مثلا كانت لابسة بالطو أحمر عدت من قدامي، دراعها كان بيلف في نفس الحركة، نفس الحركة بالظبط بتتكرر كذا مرة. واحد راجل تاني في الشارع عدل طاقيته، بعديها بثواني عدلها تاني، بعديها بثواني عدلها تالت. أكنهم علقوا في حاجة مش مظبوطة. العربيات كان ملهاش صوت خالص، مفيش كلاكسات، مفيش أي حاجة خالص. حسيت بالرعب بيرجع تاني من جوايا. كل الإحساس بالهدوء اللي أنا حسيت بيه اتبخر في ثانية، وكل اللي جه مكانه هو إحساس بالرعب والخوف. لفيت ورايا وأنا بتمنى وبدعي إن اللي أشوفه يبقى حاجة طبيعية، لكن اللي شفته كان أسوأ بكتير. المول لسه موجود ورايا، بس ده مش نفس الباب اللي أنا خرجت منه. الباب كان مختلف، أطول، أغمق، الإزاز متكسر ومتشوه، كان بيشع نور ضعيف جدا، كأن المبنى مش عايز يسيبني. آخر إحساس بالأمان جوايا طار، اختفى. وكل اللي كنت بفكر فيه، أنا ما هربتش، أنا ما طلعتش من جوه المول. ما عنديش فكرة أنا رجعت جوه تاني ليه، يمكن بسبب الخوف أو الذعر أو لأن أنا حسيت باليأس، إني كده كده مش هقدر أهرب من المول. الهوا بارد جدا، قوي، ريحة العفن بقت قوية أكتر من الأول، ضربتني زي ما أكون ضربت بالبوكس بالظبط. كالعادة التوزيع كان مختلف، الممرات أضيق، الحيطان أقرب، وأقسم بالله إني حاسس بالمانيكانات كلهم بيراقبوني في صمت. بقوا أكتر، بقوا متجمعين في الزوايا، في منهم اللي راسه كانت مقطوعة، في منهم اللي كانت ما بيعملش أي حاجة غير إنه باصص لي. صحيح إن ما لهمش عيون بس أنا كنت حاسس إنهم بيبصوا عليا. في منهم اللي كان بيمد إيده في أوضاع غريبة، منهم اللي مادد إيده في وضع كأنه بيطلب حاجة أو بيستنجد بيا. حاولت إني ما أبصش عليهم لكن ما قدرتش. كل مرة كنت بصرف النظر كنت بحس إنهم بيقربوا مني، أقسم إني كنت بحس إنهم بيقربوا مني. أما بالنسبة للهمسات ما بقتش همسات خفيفة، بقت حاجة أخشن، شبه الزئير، لكن لسه هادية كفاية عشان تخلّيني أشُك إن أنا فعلًا سامع حاجة والّا لأ. الصوت كان عامل زي زحمة ناس كتيرة كلّهم بيتكلّموا في نفس الوقت بلغة أنا مش فاهمها. بعد كده لاحظت اللافتات، المحلات اللي كانت فاضية قبل كده بقى عليها لافتات بتتوهّج، لكن ما كانش في أي حاجة بتتباع. بعض اللافتات كان ما عليهاش حاجة غير اسمي مكتوب بالخطوط العريضة اللي بتلمع، ولافتات تانية مكتوب عليها عبارات خلّت معدتي تقلب، زي إحنا مستنيينك. واحدة كان كل اللي مكتوب عليها ما تجريش. ما كنتش عارف أعمل إيه، أفضل أمشي، رجليا بيتحركوا لوحدهم بس دماغي بتصرخ عشان أنهض، لكن ما فيش مفر. خدت الكورنر اللي بعد كده ولقيت نفسي في ساحة الطعام تاني، على الأقل كانت نفس الساحة بالظبط، نفس البلاط المتقشر ونفس الإضاءة الضعيفة. لكن دلوقتي الترابيزة اللي كان عليها الكوباية ما كانتش على جنب، كانت في النص بالظبط، كأنها كانت مستنياني. البخار كان لسه طالع من الكوباية، لكن دلوقتي الكرسي اللي كان مسحوب كان اتجاهه في وشي، وكان قاعد عليه تمثال، ما كانش زي باقي التماثيل، جلده كان بلاستيك متشقق، وإيده الصناعية كان شكلها إيد بشرية بشكل مخيف، كانت ملفوفة حوالين الكوباية، راسه كانت مايلة كأنه بيبص عليا، حتى لو مفيش وش وعيون، بس أنا متأكد إنه بيبص عليا. أنا مش عارف وقفت قد إيه قدامه. في النهاية رجليا خانتني، وقعت على الأرض، سندت ظهري على الحيطة وأنا واقع. نفسي كان عالي بطريقة ولا كأني كنت بجري سباق 100 ميل. في اللحظة دي حسيت بيها، الحيطة ورايا ما كانتش صلبة، كانت ناعمة، دافية، كانت بتتحرك، كأني ساند على حاجة حية. نطيت من مكاني مرة واحدة،
إيدي راحت على الحيطة لمستها، كإني كنت محتاج دليل إن أتأكد إن اللي بافكّر فيه ده مش تهيؤات، لكن كانت هي فعلًا بتنبض تحت صوابعي، نبض منظم زي نبضات القلب. فقدت أعصابي، توازني كله راح، ما بقيتش حتى قادر أفكر إن أنا أجري، بس من غير تفكير رجليا جريت لوحدها. كنت باجري في الممرات اللامتناهية وأنا مش شايف أي حاجة، ما كنتش بافكر، ما كنتش عايز أفكر في أي حاجة. الحيطان كانت بتنبض، الهمسات بتلاحقني، الأنوار بترمش في وشي. صرخت بأعلى صوتي عشان أطلب المساعدة. مش عارف كنت مفكر مين هيسمعني، لكن كنت باتحرك بلا إرادية، باصرخ بلا إرادية. فضلت أجري، الأنوار فوقي بترمش بعنف، ما كنتش قادر أشوف كويس. فضلت آخد أي زوايا بتقابلني في الطرقة وأنا باجري، لحد ما لقيت لافتة خضراء متوهجة فوق باب حديدي تقيل مكتوب عليها خروج. كان شكلها مختلف عن الباب التاني وعن اليافطة التانية، مفيش إزاز متكسر، مفيش إحساس بالخطأ، كان شكلها حقيقي فعلا. ما بقتش عارف أعمل إيه، أفضل ولا أدخل. بس قطع تفكيري في الثواني دي إن صوت الهمسات زاد، حسيت بصوت الخطوات قرب مني جدا. ما فكرتش، جريت فتحت الباب وعديت الناحية التانية. كنت فاكر إني هربت، لكن ببص قدامي لقيت نفسي رجعت تاني لساحة الطعام، الفود كورت. في الأول كانت فاضية تاني زي ما كانت قبل كده، لكن بمجرد ما عيني اتعودت على النور الضعيف أدركت إني مش لوحدي. كان في ترابيزات، والترابيزات كانت مليانة عشرات من الناس، أو اللي كان شكلهم زي ما يكونوا ناس قاعدين ساكتين بيواجهوا بعض. مفيش حد بيتكلم، مفيش حد بيتحرك، مفيش حد عنده وش. رؤوسهم كانت ناعمة، فاضية، بيضاوية الشكل، لونها لون اللحم البشري، مفيش فيها ملامح. كلهم كانوا قاعدين جامدين، ايديهم على الترابيزات. وفي نص الأوضة كانت الترابيزة اللي عليها الكوباية زي ما هي، اللي طالع منها البخار زي ما هو، بس التمثال كان اختفى. ما قدرتش اتحرك، ما قدرتش اتنفس. كل الشخصيات كانت ثابته ما بتتفاعلش، لحد ما واحده في التانيه بداوا انهم يلفوا ببطء، بداوا يلفوا واحد ورا التاني كلهم عشان يبصوا لي في نفس الوقت. بدات ارجع لورا واحده واحده، رجلي كانت بتترعش، ما كنتش عارف اعمل ايه. كنت عارف ان مفيش مكان اروح له. الشخصيات كانت مستمره ان هي بتبص لي، او ايا يكن هم بيعملوا ايه، لان هم ما عندهمش عيون. مش عارف فضلت واقف قد ايه لحد ما سمعت صوت الهمسات تاني. المره دي ما كانش جاي من الحيطة ولا كان جاي من ورايا، صوت الهمسات كان جاي منهم، لحد ما واحد فيهم اتحرك وقام. الشخصيات كلها قامت مرة واحدة من مكانها، حركتهم كانت غير طبيعية، كأن في حد بيشدهم بخيط. ما كانوش بيتكلموا، كان صوت الهمسات الرهيب المتداخل هو اللي جاي منهم، كان مالئ الجو. أنا كنتش فاهم حاجة. كانوا بيلفوا حواليا ببطء، كونوا حواليا دايرة ضيقة. رؤوسهم اللي ما فيهاش وشوش كانت مايلة، كلهم رؤوسهم كانت مايلة، كأنهم بيدرسوني، بيتأملوا فيا. قلبي كان بيدق بسرعة لدرجة إن أنا كنت سامع دقات قلبي في ودني. رجلي ما كانتش بتستجيب خلاص، ما كانتش عايز تتحرك. واحد منهم قرب مني، حركته كانت مفاجأة بس مدروسة. مد إيده، كنت عايز أصرخ أزقه، بس مش قادر أعمل أي حاجة. إيده كانت باردة. في اللحظة اللي صوابعه لمست جلدي حسيت بصدمة في جسمي كله، وبعدين كل حاجة بقت سودة. لما صحيت ما كانش واقف قدامي، كنت قاعد على الترابيزة، نفس الترابيزة اللي في النص. الكوباية اللي مليانة السائل وبيخرج منها البخار كانت قدامي. لوهلة تخيلت إني كنت بتخيل كل حاجة، يمكن ده كان كابوس بسبب الجفاف أو أي حاجة. بصيت لتحت جاهز عشان أمسك الكوباية وأرجع، أرجع تاني للواقع وأشوف إيه اللي هيحصل. لكن الإيدين اللي كنت أنا شايفهم دول ما كانوش إيديا، إيدين ناعمة بلاستيك، دي إيدين زي إيدين التماثيل. حاولت أحركهم، لكن ما كانش في إحساس وأنا باتحرك خالص، كأن في انفصال بيني وبين إيديا. بيستجيبوا، بس ما كنتش حاسس بيهم. بصيت حواليا في ساحة الطعام، الشخصيات رجعت على ترابيزاتها تاني، قاعدين ساكتين وساكنين زي ما كانوا قبل كده، ما حدش فيهم اتحرك. لكن كنت حاسس إن كلهم مركزين عليا. عقلي كان بيجري بسرعة بيحاول يفهم بحاول أعالج اللي بيحصل أفهمه، لكن كل اللي كنت حاسس بيه هو الوزن تقيل للإدراك. في حاجة غلط. هو أنا بقيت واحد منهم؟ ما بقيتش عارف أنا قعدت قد إيه هناك، باصص في إيدي وباصص على الكوباية اللي قدامي. الوقت هنا مش شغال بنفس الطريقة. ما بقيتش عارف إذا كنت أنا عايش أصلا ولا لأ، لكن أنا لسه قادر أفكر، لسه قادر أحس، ولسه أنا فاكر كويس أنا كنت إيه قبل ما أجي المول هنا.